بص بقى يا سيدي وركز لي كده عشان الحكاية اللي جاية دي من اللي بتوقف القلب بجد. حكاية بتبدأ باتنين عواجيز زي السكر، لاري ومراته جون، بقالهم 65 سنة متجوزين، ورغم كل السنين دي وهم راكبين عربيتهم ورايحين حفلة عند ابنهم ماسكين في خناق بعض على أتفه سبب ممكن تتخيله. الخناقة بينهم كانت شغالة شوطين وإضافي وهم ماشيين على الطريق، حوار كده من بتوع كل يوم اللي بيشيب الراس. جون بتسأله بنبرة ملل يعني هنروح فين في الآخر يا لاري؟ لاري ببرود راجل متجوز من العصر الحجري بيرد ما سمعتش، بتقولي لي حاجة؟ جون تعلي صوتها حبة، بقول لك هنروح فين يا سيدي الناس؟ لاري وهو ماسك الدركسيون هواي طبعا، دي محتاجة سؤال مفيش غيرها. جون بسرعة البرق وتريقة الستات، طبعا يا اخويا عشان تقعد تتأفف وتقول لي الرملة دخلت في الشراب والجو حر ومش طايق نفسي، انا عارفة الموشح ده. لاري بيخبي الضحكة وبيستفزها اكتر، لا خالص هكون في منتهى الانبساط. راحت رد عليه المهم ان سيادتك تنبسط، احنا ولا حاجة والله يا مؤمن. العربية كانت هتروح في داهية وتعمل حادثة وهم مركزين في الخناقة التافهة دي اكتر من الطريق. هو عاوز بحر، هي عاوزة جبل وتلج. وسط الردح اللذيذ ده عين لاري لقطت حاجة غريبة، ضمادة طبية بيضة ملفوفة على دراع جون بانت للحظة من تحت كم فستانها. الراجل سكت، ملامحه اتغيرت 180 درجة، وبحركة مليانة خوف وحنية مد ايده وغطاها بالراحة. الصوت العالي اختفى وبقى همس خايف. جون لازم نقول لهم. جون وشها اصفر ونبرتها انكسرت، عارفة والله، بس عشان خاطري يا لاري النهاردة بس خلينا نعدي الليلة دي من غير نكد. هي كانت بتحارب السرطان في صمت ومش عايزة تسرق فرحة ابنها ومراته بحفيدهم الجديد بأخبار مرضها. كان طلبها بسيط، يوم واحد فرحة صافية. وفعلا وصلوا، وهناك الاستقبال كان ملكي، أحضان وقبولات من الأحفاد والعيلة. الحفيدة الكبيرة بتقول لهم ايه الحلاوة دي، 65 سنة ولسه زي القمر، ايه السر يا جدو؟ الدنيا كانت بتضحك لهم. وفي نص القعدة الحفيدة طلعت صندوق كراكيب وصور قديمة. جون قاعدة بتقلب وبتضحك لحد ما البنت طلعت صورة قديمة أبيض واسود وقالت بفضول مين المز ده يا تيتا؟ ده جدو لاري لما كان في الجيش. هنا الأم اتدخلت بسرعة تصلح المعلومة، لا يا حبيبتي ده لوك جوز تيتا جون الأولاني. البنت بصدمة، يخرب عقله ده وسيم موت، ازاي سابت القمر ده؟ الأم ردت بنبرة حزن ما حصلش نصيب، لوك استشهد في الحرب وهو شاب صغير، بطل يعني. لاري كان واقف بعيد بيشرب عصير، سمع كل حرف، عينه اتثبتت على صورة لوك وكأنها خنجر. غيرته القديمة صحيت من تاني، الغيرة من شبح راجل ميت. حس اللحظة انه العوض مش الأصل، ان جون اضطرت تتجوزه عشان نصيبها الأولاني راح. الأفكار دي كلت في دماغه أكل، وهو سارح في النكد ده مد إيده في طبق بريتزلز، مقرمشات ناشفة، وحدف واحدة في بقه بعنف وبلع. يا ساتر يا رب، المقرمشة وقفت في زوره زي الحيطة السد. لاري بدأ يشرق، يكح، وشه أحمر وبعدين ازرق، عينيه بربشت ومش قادر ياخد ذرة أكسجين. الفرحة اتقلبت مقتم في ثانية، صريخ العيلة مالي البيت، جده بيموت. لاري وقع على الأرض وآخر حاجة لقطها كانت وشوشهم المرعوبة وسويت جون مراته. بعدها ظلام تام. صح النوم يا لاري، بيفتح عينه وهو متوقع انه يلاقي نفسه في المستشفى، محاليل ودكاترة، لكنه لقى نفسه في حتة تانية خالص، قاعد مستريح في كرسي قطر درجة أولى. والأغرب من ده كله، في ورق ملون لونه بينك أو وردي عمال ينزل عليه من سقف القطر زي المطر. استغرب وبص جنبه، لقى طفل صغير وشه بارد بشكل يخوف ولابس بدلة كبار، بيبص له ويقول له جملة واحدة تقشعر البدن، ما توقعتش ان دي تكون النهاية. صح، الطفل سابه ومشي كأنه شبح. وفجأة صوت المذيع الداخلي للقطر جلجل، سيداتي سادتي، وصلنا إلى محطة التقاطع، نرجو من الجميع مغادرة القطار، مرحبا بكم في الأبدية. التقاطع؟ ايه الكلام الكبير ده؟ لاري قام ومشي ورا الناس، لاحظ ان اغلب الركاب اللي نازلين لابسين بيجامات او لبس عمليات، ناس ميتة. المحطة كانت حاجة فخمة جدا زي مطارات المستقبل في افلام الخيال العلمي، يافطات اعلانية ضخمة بتنور، بس مش بتعلن عن بيبسي وشيبسي، لا بتعلن عن ابديات. اعلانات زي عالم السبعينات، الحفلة ما بتخلصش، وايرلندا بدون مجاعة، شبعانين للابد. الناس واقفة طوابير وناس تايهة. لاري جري على مكتب استقبال وقال للموظفة بانفعال، انا شكلي اتخطفت يا هانم، انا مش فاهم حاجة. لا يا بابا مش خطف، انت ميت ودي محطة التوزيع.
تضيع، اقعد على جنب لحد ما يجيلك المنسق بتاعك. لاري قاعد مصدوم مستني ومخه بيودي ويجيب، الوقت بيعدي، الزحمة بتخف، وفجأة صحي على ايد بتهزه، واحدة ست واقفة قدامه. قوم يا لاري، أنا المنسقة بتاعتك. منسقة ايه بالظبط؟ وهنا انا بترمي القنبلة في وشه من غير اي مقدمات. منسقة الحياة بعد الموت. لاري انت ميت. لاري حاول ينكر، ايه الكلام الفارغ ده، انا بس شرقت وكحيت شوية. وقبل ما يكمل عينه جت على ورقة من الورق البينك اللي كان مغرقه. الورقة دي كانت بتاعت كشف نوع الجنين، حفيدته طلعت بنت، ودي كانت آخر حاجة حصلت في الحفلة. لاري سكت، الموقف اتضح. أنا وقفته قدام مراية وقالت له بص. وشاف لاري نفسه في المراية واتخض خضة عمره. اللي واقف في المراية ده مش لاري أبو 80 سنة ووشه كله كرمشة، لا ده لاري الشاب، عضلات وصحة ووش منور، شكله لما كان في الثلاثينات. أنا شرحت له بابتسامة خفيفة، في العالم ده روحك بترجع لأكتر سن كنت سعيد ومرتاح نفسيا في حياتك. وهنا لاري بدل ما يفرح صرخ في وشها، جون مراتي يا مصيبتي السودة، سبتها لوحدها وهي عيانة، هي محتاجاني، لازم أرجع. لاري حاول يجري يهرب كأنه هيركب قطر العودة، بس أنا لحقته ولطشته قلم معتبر على خده. افهم بقى يا غبي، دي مش فسحة، انت مت والرجوع مستحيل، وأي محاولة هروب من البوابات الغلط هترميك في جحيم اسمه الفراغ. اركز بقى. وفي نفس اللحظة انذار مرعب ضرب في المحطة، وحراس زي الدبابات بيطاردوا روح هاربة وبيجرجروه بعنف. لاري بلع ريقه وسكت. الرسالة وصلت، مشي وراها وهو ساكت ومكسور. ودته لأوضة تشبه فنادق ال3 نجوم، سرير، دولاب، وتلفزيون. أنا دي إقامتك المؤقتة يا بطل، قدامك أسبوع تقرأ البروشورات دي وتختار الأبدية اللي تعجبك تقضي فيها خلودك. ورميت له شوية مجلات ملونة، عندك أبدية عالم الكوبوي، أبدية باريس الرومانسية، أبدية مملكة الفايكنج لو غاوي دم، عيش واختار. أنا سابته ومشيت. لاري فتح الدولاب ولقى مفاجأة، كل هدومه القديمة اللي كان بيحبها، قمصانه الكروهات، الجاكيت الجلد البني بتاعه، كله مغسول ومكوي وجاهز. لبس الجاكيت، حس بروح الشباب بتدب فيه من تاني. نزل يتمشى في المول الكبير بتاع الأبديات، الدنيا زحمة وإعلانات ودوشة. دخل بار هادي شوية يهرب من الصداع، وهو بيطلب مشروب لقى واحد واقف ورا البار بيمسح كوباية وشكله حزين ومهموم. ده الساقي. دار حوار بينهم، والساقي اللي كان اسمه مارك شرح له قوانين اللعبة اللي أنا ما لحقتش تشرحها له. بص يا ريس، القاعدة هنا واضحة وصارمة، بتختار أبدية مرة واحدة وممنوع التبديل، والزيارات ممنوعة، ولو قعدت تتنطط ومخترتش في ميعادك بينزلوك تشتغل شغلات مهببة زي كده لحد ما تقرر. ومصير الهربانين هو الفراغ، مكان ما فيهوش أي حاجة، ضلمة وعدم إلى الأبد. لاري قلبه اتقبض. طب لو عايز استنى حد، مراتي مثلا. مارك الساقي بصله بشفقة، الانتظار مكلف يا صاحبي، بتتنازل عن رفاهية الفنادق دي وتنزل تعيش في القبو وتشتغل في الخدمات، غسيل ومكوى ونظافة، لحد ما اللي بتستناه يوصل، وممكن يوصل بكرة وممكن بعد 100 سنة. انت ونصيبك. لاري قرر في لحظتها مش هيختار أي أبدية ويمشي، هيستنى جون. وحب يعمل حركة جنتلة، اتفق مع نفسه إنه خلال فترة انتظاره دي يوضب لها الأبدية اللي هي بتحبها، عالم الشاطئ، عشان أول ما تيجي تلاقي كل حاجة جاهزة. جون بتعشق البحر، رغم إن ده كان عكس خناقتهم الأخيرة، بس هو افتكر حبها القديم للبحر. كتب لها جواب طويل عريض وشرح لها فيه كل مشاعره، واداله لآنا وقال لها أمانة تسلمه لها، ونزل يعيش في القبو، غرفة ضيقة وكئيبة، ويشتغل مكواجي للأرواح، بس كان مستحمل عشان خاطر عيون حبيبته. وفي اللحظة اللي لاري بيسلم فيها الجواب وبياخد شنطته عشان ينزل تحت الأرض، حصلت المفاجأة. قطر الواصلين الجدد وصل المحطة وبابه اتفتح، نازلة منه ست عجوزة تايهة بتتلفت حواليها بخوف. دي جون، ماتت وراها على طول، ما قدرتش تعيش من غيره، أو السرطان كان أسرع. لاري كان واقف على سلم كهربائي نازل لتحت، وهي كانت واقفة على السلم الطالع لفوق. عينيهم اتقابلت، الزمن وقف. جون! صرخة لاري زلزلت المحطة، نط من على السلم بتاعه زي السوبرمان وجري عكس اتجاه الناس اللي طالعة، بيزق ويعافر عشان يوصل لها. هي وقفت والدموع مالية عينيها لما شافته بشكله الشاب اللي بتعشقه. لاري انت هنا؟ وصل لها وحضنها حضن يوجع الضلوع من قوته، حضن بيقول وحشتيني وخفت عليكي، والحمد لله. الناس وقفت تتفرج وتسقف، لحظة رومانسية تتحكي في الأساطير. الاتنين عشاق اتجمعوا في المود زي الحياة، بس يا فرحة ما تمت، خدها الغراب
وطار. ظهر من العدم أنا، ومعاها واحد تاني اسمه رايان المنسق بتاع جون. رايان قطع اللحظة بصوت رسمي ومحرج: حمد لله على السلامة يا مدام جون، احنا مقدرين مشاعرك بس في حد تاني لازم تقابليه. جون ولاري بصوا وراهم. واقف هناك شاب في العشرين بجمال ووسامة تخطف الأنفاس. لوك، أيوة لوك، جوزها الأولاني الشهيد. الراجل بقاله 67 سنة قاعد في التقاطع بيرفض يروح أي أبدية، مستني اللحظة دي، مستني جون تخلص حياتها وتجيله. تخيل معايا الصدمة. لاري واقف، هو جوز ال65 سنة، العشرة والولاد والأحفاد وشريعة الحياة اليومية. ولوك جوز ال3 سنين، حب الشباب، الرومانسية المبتورة، الحلم اللي مكملش والتضحية الكبرى. جون بقت ساندويتش في النص بين ماضيها وحاضرها. لوك بيقرب وعينه بتلمع بالحب. جون، أخيرا جيتي، أنا استنيتك كل يوم. لاري بيغلي من الغيرة. نعم يا أخويا، استنيت مين أنت؟ دي مراتي أنا، دي أم عيالي. المكان ولع، كل واحد بيشد في جون من ناحية، وأنا ورايان واقفين محتارين. دي حالة نادرة في السجل الوفيات. جون جالها انهيار، صرخت في وشهم كلهم: ابعدوا عني، كفاية ضغط، أنا لسه ميتة حالا، مش عارفة أفكر. وجريت استخبت في أوضتها المخصصة ليها وقفلت الباب بالمفتاح. القعدة بره كانت متكهربة. لاري بيتخانق مع لوك: أنت مين أصلا؟ دي نسيتك من زمان. لوك يرد ببرود القاتل: ما نسيتنيش بدليل إنها لسه محتفظة بصورتي، وأنا الأول، والأول دايما هو الأصل. لاري كان هيتشل. أصل إيه بتاع إيه؟ أنا اللي غيرت البامبرز للعيال، وأنا اللي استحملت نكدها 60 سنة. عشان يحلوا الاشتباك ده، المنسقين أنا ورايان رفعوا الأمر للإدارة العليا ورجعوا بقرار استثنائي تاريخي. وقفوا قدام الثلاثة وأعلن رايان الحكم. بما إن الحالة فريدة من نوعها، جون هيبقى ليها الحق في فترة تجربة. هتقضي 24 ساعة كاملة مع لوك في الأبدية اللي يختارها، وبعدها 24 ساعة كاملة مع لاري في الأبدية اللي يختارها. وفي النهاية لازم تاخد القرار الحاسم، هتكمل خلودها مع مين فيهم، وممنوع تختار الاتنين. جون بصت لهم بقلة حيلة. لاري بص لوك بتحدي، والتاني رد بنظرة ثقة. بدأت قرعة بعملة معدنية لتحديد مين يبدأ رحلته الأولى مع جون. العملة رنت ولفت واستقرت. الرحلة الأولى هتكون من نصيب لوك. لاري دمه فار وحس إن دي أول هزيمة. لوك الحب الأول والشهيد الوسيم هو اللي يفوز بأول جولة مع جون. الاتنين ركبوا قطر مخصوص متجه لعالم الجبال 313. القطر كان حاجة كلاسيكية شيك جدا، فكرهم بأفلام الأبيض والأسود. لما وصلوا المنظر كان يوقف القلب من حلاوته. جبال متغطية بالتلج زي سويسرا، وشمس دافية وهوا نقي يرد الروح. لوك كان عامل حسابه في برنامج سياحي 5 نجوم، تمشية وسط الطبيعة، رومانسيات، وكلام عن أحلامهم اللي ماتت بدري. لوك بيقول لها بحنين: فاكرة لما كنا بنحط خريطة العالم ونعلم على الأماكن اللي هنزورها؟ جون ابتسمت بوجع: أيوة، بس الدنيا خدتنا. ومع الوقت جون بدأت تفك. رجعت بنت عشرينية بتجري وتضحك مع حب شبابها. نسيوا الزمن، نسيوا لاري، وعاشوا يوم في اللالا لاند. بالليل لوك عزمها في مطعم جبلي شيك وإضاءة شموع وجو ساحر، بس غصب عنها لقت نفسها بتحكي عن أحفادها. عارف يا لوك، حفيدتي شارلوت شقية زيك بالظبط. لوك ابتسم بمرارة: حلو إنك عشتي حياة مليانة، بس بتوجع قوي إني ما كنش جزء منها. بعد العشاء وداها مكان اسمه الأرشيف، مبنى ضخم بتتعرض فيه الذكريات كأنها السينما. دخلوا سوا وبدأت شاشات تعرض ذكريات حبهم القصير، أول نظرة، أول خروجة، وقبلة الوداع قبل الحرب. جون ما قدرتش تمسك دموعها، المشاعر القديمة صحيت بقوة، وراحوا بايسين بعض بوسة فيها شجن 67 سنة فراق. وفي اللحظة الرومانسية دي شاشة جانبية نورت بذكرى للاري. المشهد كان لاري وهو راقع بيطلب ايد جون للجواز، بس المشكلة مش هنا، المشكلة كانت في المكان. لاري طلب ايدها في المينا اللي كانت جون بتودع فيه لوك. لوك شاط واتجنن: الخاين استغل ضعفك وحزنك وشقطك في مكان المقدس. جون حاولت تبرر، بس المود باظ خالص، واليوم خلص ورجعوا التقاطع وهم ساكتين. في الوقت ده لاري كان بيغلي في التقاطع. راح دور على كارين صديقة جون اللي ماتت يسألها: ايه سر لوك؟ ليه هي متعلقة بيه كده؟ كارين بمنتهى الصراحة قالت له: جون كانت بتحبك يا لاري لانك كنت امانها، انت اللي وقفت جنبها لما الدنيا جت عليها، وده ليه تمنه. الكلام ده ما ريحش لاري، خلاه يحس بالغيرة اكتر. قرر يتسلل لأوضة لوك ويفتش وراه. لقى الباب موارب، دخل ولقى الحيطة مليانة شرط بالقلم، كل شرطة
بتمثل لون من ال67 سنة اللي قضاهم لوك مستني جون. إخلاص مرعب، ولقى كشكول رسومات كله رسومات لوش جون من الذاكرة عشان ما ينساش ملامحها. لاري حس إنه قزم قدام الحب الأسطوري ده، وهو خارج اصطدم بلوك اللي كان لسه راجع. قامت بينهم خناقة شوارع تاني وهم بيضربوا بعض زي العيال. الجاكيت بتاع لاري اتفتح ووقع منه الجواب اللي كان كاتبه لجون قبل ما توصل، الجواب اللي كان بيقول فيه إنه هيستناها ويظبط الأبدية. يعني أنا بس اللي استنيتها 67 سنة، هو ما قدرش يصبر أسبوع. لوك لقط الجواب وخباه في جيبه، والاتنين افترقوا وكل واحد بيلم كرامته. جه دور لاري في رحلته ال 24 ساعة. خد جون لعالم الشاطئ 239، المكان اللي اختاره عشانها. أول ما وصلوا كانت صدمة، الشاطئ زحمة موت، كأنه بلاج ميامي في اسكندرية شهر يوليو، عيال بتصرخ وزحمة شماسي ورملة بتدخل في العين. جون بصت له بقرف، هو ده بقى الاختيار العبقري؟ حاولوا يلاقوا مكان يقعدوا، جه عيل صغير ميت شاط كورة جت في دماغ لاري. عشان يهربوا من الدوشة أجروا مركب صغير ودخلوا البحر، وهم في هدوء البحر لاري حاول يفتح قلبه، حكى عن ذكرياتهم، عن تربية العيال، عن الأيام الصعبة اللي عدوها سوا. جون كانت متنشنة، لاري أنت بتضغط عليا، حرام عليك. وبدأت خناقة في نص البحر، بس وسط الزعيق لاري سكت وبص في عينيها وقال لها بصدق، بص يا جون، أنا مش فارق معايا شط ولا جبل ولا صحراء، أنا كل اللي يهمني إننا نكون سوا، ده الشرط الوحيد لسعادتي. الكلمة دي هزت جون، بصت له وحست بدفى وحب العشرة الطويلة، وقربت منه وباسته بصدق. لحظة صفاء ونهاية للخناقات، بس للأسف الحلو ما يكملش. أول ما نزلوا من المركب ووصلوا لرصيف الرجوع لقوا لوك واقف مستنيهم ومعاه المنسقين آنا وريان. لوك طلع الجواب من جيبه وشاور بيه لجون بانتصار، عايزك تقري ده يا جون. البيه اللي عامل فيها المخلص كان مقرر يروح الأبدية بتاعته ويسيبك لو ما كنتيش وصلتي في ميعادك. كان كاتب الجواب ده وداعي ورايح يعيش حياته، يعني أنا بس اللي انتظرتك 67 سنة، هو ما قدرش يصبر أسبوع. جون قرت الجواب، بصت للاري بصدمة وخذلان. الخناقة المرة دي كانت نووية، لاري يدافع، ده كان قبل ما أعرف إنك جاية. لوك يسخن، يا كداب. جون صرخت فيهم، بس انتوا الاتنين أنانيين، أنا مش جايزة بتكسبوها في الملاهي، ابعدوا عن وشي. جون حبست نفسها في أوضتها وهي منهارة. فجأة الباب خبط وكانت كارين صاحبتها قعدت جنبها وقالت لها جملة في الجون، يا عبيطة انت متي خلاص، يعني مفيش قيود، مفيش التزامات، ومحدش ليه عندك حاجة، دي فرصتك تختاري نفسك وبس. جون مسحت دموعها وقررت. تاني يوم الصبح جون جمعت لاري ولوك في قاعة الاجتماعات بالتقاطع، الاتنين واقفين زي التلامذة الخايبين. جون خدت نفس عميق وقالت أنا بحبكم انتوا الاتنين. مع لاري عرفت يعني ايه شراكة وحياة وعيلة، ومع لوك عشت حلم الرومانسية والبراءة. المشكلة إن لو اخترت واحد هظلم التاني، وهظلم نفسي بالإحساس بالذنب للأبد. عشان كده سكتت لحظة وبصت لهم بتحدي، أنا بختار كارين، هروح معاها عالم باريس نعيش عزاب، نسهر ونشرب ونعيش من غير نكد الرجالة. لاري ولوك فتحوا بقهم من الصدمة، وجون فعلا سابتهم ومشيت. ركبت القطر المتجه لباريس مع كارين وسابتهم وراها في المحطة، اتنين أرامل لحبيبة واحدة. رجعوا الأوضة، الكراهية بينهم اتحولت لنوع غريب من الزمالة في المصيبة. قعدوا يشربوا كاسين سوا. لاري اعترف إنه كان طول عمره بيغير من شبح لوك، ولوك اعترف إنه كان بيحقد على لاري إنه عاش الحياة اللي كان نفسه فيها. لاري سأل لوك فجأة، هو أنت ليه اخترت شكلك في السن ده؟ لوك رد، ده اليوم اللي كنت ناوي نحدد فيه ميعاد نخلف بيبي فيه. لاري سكت وبص لنفسه في المراية، شكله هو في الثلاثينات، وافتكر ده كان شكله في اليوم اللي جون قالت له إنها حامل في ابنهم التاني، اليوم اللي كانوا فيه فريق واحد بجد. وهنا لاري جات له ومضة بصيرة، في حاجة غلط، في تفصيلة صغيرة قلبت موازين تفكيره. قام جري زي المجنون على المحطة، القطر بتاع باريس كان بيصفر وهيمشي، نط جوه القطر ولاحق جون في آخر لحظة. جون صرخت فيه، يا لاري انزل، أنا قررت خلاص. لاري بصلها بدموع وابتسامة حزينة وقال، لا يا جون، انت غلطانة، بصي لنفسك. مالي شعرك يا جون؟ شعرك طويل، طول جوازنا ال 65 سنة كان شعرك قصير وكنت بتحبيه كده، بس شعرك طويل دلوقتي، وده معناه حاجة واحدة، ايه؟ شكلك بيرجع لأكتر وقت كنت سعيدة فيه من قلبك. شعرك طويل يعني قمة سعادتك كانت مع لوك، في أيامكم سوا زمان، مش معايا. سعادتك الحقيقية معاه هو. جون بكت وحاولت تنكر، بس لاري قطعها بحنية، ما تكذبيش على نفسك، انزلي يا جون، روحي للأبدية اللي تستهليها، روحي لوك، وانا يكفيني اعرف انك مبسوطة. لاري نزل من القطر قبل ما يتحرك، وقف يودعها بإيد بتترعش وابتسامة راضية. قمة الحب يا صاحبي انك تضحي بسعادتك عشان اللي بتحبه. جون فهمت ونزلت من القطر، بس
بس ما ركبتش مع كارين، دي راحت ركبت القطر المتجه للجبال للوك. نشوف جون مع لوك في كوخ في الجبال بيعيشوا الحياة المثالية، بيطبخوا سوا، يضحكوا، يناموا في حضن بعض. لوك طاير من الفرح، دي الجنة اللي حلم بيها. بس استنى، الكاميرا بتقرب من وش جون بالليل. لوك نايم زي الملاك، وجون بتصحى تتسحب. بتروح فين؟ بتروح مبنى الأرشيف، بتقعد بالساعات كل ليلة تتفرج على شرايط الفيديو بتاعت حياتها مع لاري، تعيد ذكريات خناقاتهم على الفلوس، توضيب البيت، نجاح العيال، حتى قعدتهم قدام التلفزيون ومحدش بيتكلم. بتعيش حياتها بالنهار مع لوك، وبالليل بتهرب بقلبها لاري، لحد ما حست إنها بتخون نفسها. صحت لوك وقالت له الحقيقة المرة: لوك، أنا بحب ذكراك، بس أنا مش الست اللي أنت سبتها زمان، أنا الست اللي لاري شكلها بعيوبه ومشاكله وحنانه الواقعي. الحب المثالي ده طلع مش مقاسي. لوك اتعصب في الأول، بس لأنه بيحبها بجد فهم وقال لها: روحي لمكانك الصح، وساعدها تهرب من الباب الأحمر الموجود جوه ذكريات الأرشيف. بما إن الهروب من الأبواب العادية مستحيل، جون دخلت جوه شاشة الذكريات، هربت عبر الزمن ورجعت تاني للتقاطع. جون بعد رحلة هروب ومطاردة بتدخل البار في محطة التقاطع وهي بتنهج. المكان فاضي وهادي، بتبص ناحية البار بتلاقي لاري واقف لابس بدلة الساقي وبيمسح كوباية وشكله كان متوقعها. جون بتقرب وبتقعد قدامه وهو بيصب لها كاس من غير ما تطلب. لاري بيبتسم: ما رحتيش الشط؟ جون بترد بنفس الابتسامة: بصراحة الرملة هتدخل في كل حتة، وتلج الجبال طلع ساقع قوي على عظمي. ضحكوا سوا ضحكة طالعة من القلب، ضحكة ناس فاهمين بعض من نظرة. جون قالت للاري: أنا دلوقتي هاربة من العدالة، ولو مسكوني هترمي في الفراغ. لاري: عارف. جون: تفتكر في مكان يسعنا احنا الاتنين؟ مكان مش مثالي. لاري شال فوطة الساقي ورماها وطلع من ورا البار ومسك ايدها. في بوابة صغيرة مستخبية بتودي على أبدية شبه الحي الهادي بتاعنا، بيبيعوا هناك بريتزل وما فيهوش جبال ولا بحر. مكان ممل وعادي جدا، بس هيبقى بتاعنا. جون عينيها دمعت وقالت له: يلا بينا. والكاميرا بتبعد عنهم وهم خارجين من البار، ايدهم في ايد بعض، اتنين عواجيز بقلوب شباب رايحين يصنعوا أبديتهم الخاصة في الروتين اللي بيعشقوه، بعيد عن رومانسية الروايات وحروب الغيرة. لأنهم في الآخر اكتشفوا إن الجنة مش مكان فيه شجر وأنهار، الجنة هي ونس وشريك يشاركك تفاهات يومك للأبد. خلصت الحكاية يا صاحبي، حكاية تقولك إن الحب الحقيقي مش هو الفارس اللي على حصان أبيض اللي بيجي يخطفك. الحب هو اللي بيقف جنبك لما عربيتك تعطل، واللي بيستحمل عصبيتك، واللي بياكل بريتزل ويموت عشان غيران عليك. ده الحب اللي بيعيش، وده الحب اللي يستحق الخلود. لو عجبتك الحدوتة ما تروحش بعيد، الدنيا لسه مليانة حكايات. سلام يا غالي.